يا نهار ابيض اتفرد عليا صح؟ رايت حاضر. انا النهارده في تكساس في امريكا، والفيديو ده هيكون فيديو مختلف شويتين عن باقي الفلوجات اللي بعملها، فخلينا اشرح لكم بس بعد ما ننزل بالانترو. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. اول حاجه خليني اقول لكم انا هنا بعمل ايه اصلا. انا جيت تكساس عشان كان عندي شغل وشويه ميتينجز كده لازم احضرهم، فبدأنا السفريه بدايه جميله جدا وانا مسافر بزنس كلاس. My name is Graham James. I'm the captain. Contact one of my colleagues. The aisles or exit must be put under the seat in front of you or any overhead locker. Please generate until the lights have been switched off. You may now make a receipt call, as well as use the data calling in the subject devices. وصلنا تكساس بعد رحلة طويلة جدا. وأول ما وصلنا المطار أجرنا عربية، بالذات إن هيوستن أو تكساس عامة ما فيهاش مواصلات غير تاكسيات أو أوبر، فالأسهل والأرخص إن أنت تأجر عربية وأنت اللي تسوقها، وتقدروا أي حد يجي أمريكا يقدر يسوق بالرخصة الدولية. الرخصة الدولية بتطلع بمنتهى البساطة، لو أنت في مصر مثلا تقدر تطلعها من نادي السيارات ده في وسط البلد، تقريبا 450 أو 500 جنيه برخصتك بتاعت السواقة المصرية وصورتين بتطلع في نفس اليوم، فالموضوع كان سهل جدا. 600 meters turn right. turn right حاضر ماشي. وده عمرو هو ابراهيم السواق بتاعنا وابراهيم اكيد شفتوه في 500 فلوج قبل كده. واحنا دلوقتي المفروض رايحين الاوتيل اللي هنقعد فيه، والجي بي اس بيهيس واحنا تايهين يعني كالعاده، بس خليني افرجكم كده شويه الفيوز من العربيه. أنا لسه واصل حالا للمكان اللي هقعد فيه هنا في هيوستن تكساس في أمريكا، فبعد رحلة يعني بتاع 20 ساعة مثلا خلاص الواحد أصلا مش قادر. خلينا دلوقتي نروح ندور على مكان ناكل فيه عشان أنا هموت من الجوع خلاص مش قادر الصراحة. ولو حد بيسأل إيه البتاعة دي فعشان شعري منعكش، فده أسهل كده إن إيه نحجم اللخبطة اللي فوق دماغي دي. وعارف ان انتوا في ناس كتير عايزين احلقوا، بس مش هحلقوا دلوقتي الصراحه، فخلينا نروح ناكل احسن. رحنا المطعم اللي عايزين ناكل فيه الستيك، لقينا الدنيا زحمه جدا، وبعدين قررنا نتمشى كده قبل ما الساعه تخلص. المفروض في ساعه انتظار عشان النهارده ويكند وعشان المطعم زحمه. جعان احنا دلوقتي بندور على اسانسير عشان نطلع لمول يعني نقضي فيه الساعه دي لحد ما نرجع تاني للمطعم. وابراهيم هو القائد بتاعنا في انت عارف الطريق؟ لا انا خرجنا تاني بره. استنى في سلم ده الشارع، واحنا كنا في الباركينج ده مش مول وهم بيفتوا يعني ادينا بندور. Good luck. الصراحة أول ما عرفت إن أنا جاي أمريكا ليفل الحماس بتاعي بقى في السماء، لأن أولاً ناس كتير منكم طلبوا مني إن أنا أعمل فلوجز عن أمريكا، وتاني حاجة إن أنا جيت أمريكا كتير قبل كده وكنت بدرس فترة من حياتي هنا في تكساس، ولكن للأسف ساعتها ما كنتش بصور أصلاً فلوجز ولا عندي قناة يوتيوب ولا حاجة، ولكن عارف قد إيه أمريكا ممكن يطلع منها حاجات كتير مختلفة وحاجات كتير حلوة. فعشان كده كنت متحمس جدا للسفريه دي، ان احنا نطلع بقى فلوجز كتير وجامده جدا، وده اللي فعلا حصل. انا اول يوم وصلنا هنا وصلنا بالليل، تاني يوم على طول كنا مسافرين لاوستن. دول اللونج هورنز، وده يعتبر علامه من علامات تكساس. احنا هنا على الطريق السريع اصلا. احنا لسه موجودين في اوستن وداخلين واحده من الباركس،
بعد كده وانت ماشي تلاقي في ناس بتفسح كلاب وفي ناس بتفسح حصان صغير. يطفت عليا صح؟ بس هو اسمه كده، اعمل له ايه والله؟ حصان صغير بس بدون تعليق. الناس هنا رايقة، كل واحد بيجري او اللي بيمشي او اللي بيفسح الكلاب. شفنا جميع انواع الكلاب. ايوه قد كده، في كلب قد كده والله يا جماعه. استنى يا عم انت، انا بتكلم. بتلاقي السكوترز دول موجودين كده حوالين المدينه بالابلكيشن بتاع اوبر، تعمل سكان للكود وبعد كده تسوق. جامد جدا. احنا دلوقتي وصلنا ماونت بونيل كوفرت بارك. طبعا انا لسه بقرا الحاجات دي قدامكم لان انا الصراحه ما كنتش عارف اسمه، احنا كنا كاتبينه على الGPS وخلاص. وبعدين المفروض هنطلع للمنظر ده كله بقى فوق، نعمل شويه هايكنج كده ونشوف الغروب. خلصنا شويه السلالم وحان ان احنا يا نهار ابيض على المنظر. بس المنظر عامل ازاي؟ تحفه. ايه رايك يا هيم؟ حلو قوي. منظر حلو جدا. بعد ما خلصنا ماونت بونيل، هو اسمه بونيل صح؟ بونيل. مونيل ولا بونيل؟ بونيل. ماونت بونيل. قررنا ان احنا نيجي هنا يونيفرسيتي اوف تكساس في اوستن، واحده من اكبر الجامعات هنا. بس هي احلى حاجه في الجامعه ان انت بتخش كده من غير ما حد يوقفك ويقول لك فين الكارنيه والكلام ده. بصوا شايفين المبنى الفخم اللي ورايا ده الجيم. في ساعه اهو يا ابراهيم زي جامعه القاهره. ايه ده؟ فين القبه؟ كده ابراهيم مش معتبر دي جامعه. عشان ايه يا ابراهيم؟ عشان ما فيهاش ساعه ما فيهاش قبه وما فيهاش قبه. في ساعه اهو، فاضل القبه وبعد كده نعتبرها جامعه ان شاء الله. ده الركن بتاع الايفنتات والحفلات والكلوبس بتاعتهم. فعندهم كان عندهم مسابقه اكل. استنى كده ثانيه واحده، راحت فين؟ كانت في مكان ما. ايه كان عندهم ايتينج كومبيتيشن حلوه دي، بس للاسف فاتت خلاص. بصوا هو احنا لسه جوه الجامعه، وده الاستاد بتاع الجامعه. استاد كبير جدا. هو تقريبا ما بيلعبوش فيه كرة قدم، بيلعبوا فيه امريكان فوتبول وبيسبول يعني، بس عملاق. وهنا في ليك صغيرة هنا في الحتة دي. احنا دلوقتي راجعين هيوستن ولازم نملى بنزين، وهنا مفيش عامل بنزين هنا يحط لك، فانت بتدفع وتحط البنزين بنفسك. واحنا حاطين كتير تقريبا 6 جالون، المفروض نكملهم 10. وبعد ما قضينا يوم حلو جدا في اوستن، رجعنا تاني لهيوستن عشان تاني يوم هنبتدي الشغل. واول ما بدأنا الشغل بان ان في لخبطة كبيرة جدا هتحصل في الفلوجات. اول حاجة احنا بنصحى كل يوم الساعة 7 الصبح عشان نخلص الشغل الساعة 5:30 او 6 بالليل، ودي بتكون اكتر فترة زحمة في هيوستن هنا، والراش اور بتكون سيئة جدا. بلس ان الحاجة معظمها بتقفل على الساعة 8 او 9 بالليل، والمسافات هنا كبيرة جدا، فكان بيبقى صعب جدا ان احنا نلحق نروح المكان ونصور فيه ونعمل الاكتيفيتي نفسها. احنا دلوقتي الساعة 5:30 ولسه مخلصين شغل حالا، وكل يوم بنبتدي تقريبا الساعة 8 الصبح نخلص على 5 وشوية. وده الميتنج بتاع الشغل اللي انا اصلا جاي امريكا هنا عشانه. فعبال ما بنخلص بيكون تقريبا معظم الحاجات قربت تقفل او قفلت. فحاليا رايحين بريميوم اوتلت عشان نشتري لبس. هتشتري ايه يا ابراهيم؟ اشتري تيشيرتات، قمصان، جواكت، ترابيزات، بلياردو وبينج. لا هو هنا بريميوم اوتلت ده يعني شبه
هو مش مول، هو محلات كتير قوي جنب بعض، والاسعار دايما يعني بتبقى ارخص شويه لان هو بيبقى نوعا ما بره المدينه، فبيكون الايجار بتاع الارض ارخص بكتير من لو جوه المول يعني. ده غير اصلا ان احنا بنبقى مخلصين شغل جعانين جدا، فبنبقى عايزين نطلع على المطاعم عشان نلحق ناكل. وبمناسبة الأكل، في مقولة هنا مشهورة جدا في أمريكا: everything is cheaper and bigger in Texas. هنا طبعا بما إننا قريبين جدا من المكسيك، ففي انفلونس مكسيكي رهيب في الأكل يعني، فهنضرب التاكوس. بس احنا مستنيين حاجة تانية هتيجي وبعد كده وانا بيجي يا جماعه. يا جماعه احنا معزومين على الاكل ده كله بصراحه. من الآخر يعني. يدوا لنا سوداني وناكل السوداني ونرمي في الارض ماشي. انا مبسوط قوي من الحوار ده بصراحه. الناس بتفرح بالموضوع ده، مش عارف ليه. يلا. في حاجة مش بتتباع تقريبا غير في تكساس، يعني مش في أمريكا كلها، لا هي تكساس بس. آيس كريم اسمه بلو بيل. اول بقرة عظيم. ما اسموش يا ابني البقرة الشهية يا ابني. آيس كريم ده عظيم، يعني أي حد يجي تكساس لازم يشتري بلو بيل. لو لقيتوه في أي حتة تانية في أمريكا اشتروه برضه يعني، بس أنا ما أظنش إن هو موجود. وبالرغم من ضيق الوقت وان الدنيا كانت ملخبطه جدا في تصوير الفلوجز وكده، الا ان احنا الحمد لله لحقنا نعمل حاجتين حلوين ومميزين جدا هنا في هيوستن. اول حاجه كانت الجو كارتنج. This blue flag right here is the most important flag. We'll have a red stripe down the middle. هنخش نعمل سباق في الجو كارتنج. اول حاجه بعد البريفنج بيلبسوا البتاع دي على دماغهم، بس انا طبعا مش هلبس عشان اصلا البتاع مش هتخش في دماغي ولا تخش فيها. المفروض نلبس البتاعه دي، بس يعني مفيش امل. وبعدين نلبس الخوذه، فهنلبس الخوذه دلوقتي. وتاني حاجة، ودي تعتبر بقى من أشهر الحاجات هنا في تكساس عامة، وهي ضرب النار. You want to make sure lock it in place. اوكي. Pump it. كتفي راح. انا قلت له اصلا بره والله بجد. القعدة هنا حلوة قوي بصراحة، الجو رائع، الناس عمالة تلف بالعجل وبتاع. هقوم عشان عايز اتكلم معاكم في حاجه مهمه جدا بخصوص الفلوج ده. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا اول ما عرفت ان انا جاي امريكا كنت متحمس جدا وطلعت افكار كتير قوي عن شكل الفلوج، ولكن مع ظروف الشغل اللي انا حكيتها لكم والاماكن اللي بتقفل والدنيا اللي بتليل بدري، ده يمكن لخبط شكل الفلوج في دماغي، وظروف ساعتها اتغيرت خالص. فعشان كده قلت لكم ان الفلوج ده هيبقى مختلف. يمكن طلع احسن من انا متخيله، يمكن طلع اضعف من اللي انتم مستنيينه، ولكن انا حاولت على قد ما اقدر اطلع فلوج من امريكا رغم الظروف دي. يمكن اوصل ولو 1% من اللي كنت عايز اطلعه، احسن من ان انا اقول يا جماعه مش هنزل فيديو ويطلع صفر خالص من غير اي نتيجه. ف يعني حاولت ابقى مرن، وحاولت ان انا اوصل للحاجه اللي انا كنت عايز اعملها في الاول. ف اتمنى يعني ان الفيديو يكون عجبكم، واكتبوا لي بقى في الكومنتس ايه رايكم في الفيديو المختلف ده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان ده بيدعم المحتوى اللي انا بعمله. ولو انتم مش مشتركين في القناه يعني اعملوا سبسكرايب، بالذات ان في فيديو من المكسيك قريب جدا، وفي واحد من عجائب الدنيا السبع الجديده، ففيديو هيكون حلو ان شاء الله. وتابعوني على انستجرام عشان نتواصل مع بعضينا. وبس ايه تاني؟ انتوا عايزين تقولوا حاجه؟ لو عايزين تقولوا حاجه اكتبوها لي في الكومنتس يعني. وبس اشوفكم في فيديو جديد وبلد جديده، والسلام. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.